6 سنين من القتل والدمار كفيلة بمحو بهجة العيد، فلم تعد أعياد السوريين تحمل الفرح والسرور بقدر ما تحمل من الهم والحزن والأسى، فلكل بيت قصة وحكاية حزنها يطغى على فرحة العيد. يكاد لا يخلو كل بيت من شهيد أو معتقل أو جريح، عدا عن المشردين والمهجرين خارج البلاد. فأول ما يبدأ السوريون يومهم صباح يوم العيد هو زيارة أبنائهم وذويهم الشهداء، ليكون مطلع العيد في المقابر وبين الأموات، لتجلس كل أم أو أخت أو ابنة بجانب قبر شهيدها وتبكي بصمت كابتة حزن سنين مضت على رحيل أحد أحبائها. فأصبح يوم العيد يوم لفتح جروح لم تلتئم، وأصبحت المقابر مكانا يشكو فيه الأهل حزنهم وحرقة قلوبهم على أبنائهم الذين قضوا وهم في ريعان شبابهم. فعندما ترى هذه المشاهد تدرك بأن الأمة تناجي ابنها الشهيد وتشكو هم رحيله لقبره. لم يعد العيد يحمل البهجة والسرور بالنسبة للسوريين، بل أصبح يوما لذكريات حزينة ومؤلمة. ياسين القداح، مدينة الحراك، درعا.